السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. خبر صار لمدرب الهلال السوداني اليوم. تلقى الكونغولي فلوران مدرب الهلال السوداني دفعة قوية بتجاوز 2 من لاعبيه لمرحلة الخصابة، وبدأ عودتهم التدريجية قبل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر الهلال. ووصل إلى الخرطوم فجر اليوم الثنائي الكونغولي فابريس نغوما وستيفان إيفولا بعد غياب لمدة أسابيع إثر تعرضهما للإصابة في معسكر الهلال السوداني بتنزانيا قبل انطلاق مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأصيب أوبولا بكسر في الكاحل في 26 يناير في مباراة إعدادية أمام فريق نجومة بينما تعرض نجومة لإصابة مشابه بدرجة أقل أمام سيمبا يوم 5 فبراير. وبحسب ما تبعته سودوفوت فإن الثنائي سيخضع لتقديم طبي قبل انخراطهما في التدريبات التأهيلية والجماعية. وحل صار الأمور بشكل جيد فإنهما قد يلحق لمباراة الهلال وصن داونز الجنوب إفريقي يوم 17 مارس المقبل في الجولة الخامسة من مجموعة أبطال إفريقيا. ويشكل الثنائي دعما لخيارات مدرب الهلال السوداني فلوران، وهو الذي كان قد اختارهما بالاسم من أجل الانضمام للفريق في فترة المقبلة الشتوية.